السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته على أحلى أخوات في الدنيا. يا رب تكونوا بخير دايما يا رب، ورمضان كريم أعاده الله علينا وعليكم بالخير واليوم والبركات. في الفيديو ده هتكلم عن اختبار التناسق الإملاء الخاص بمعهد ضباط الصف دفعة 163. كل اللي عليك انك تركز معايا وتهتم بالموضوع ده كويس عشان تعدي في الاختبار ده. طبعا في ناس كتير سحبت الملف بتاعها وفي ناس كتير لسه ما سحبتش، فانا منزل فيديو قبل كده عن اول يوم سحب الملف هيمشي معاك ازاي وايه اهم النصايح. فكل اللي عليك تخلي بالك من اليوم ده بالذات، اليوم ده مهم خالص. تمام، وتركز معايا في الفيديو بتاع النهارده عشان تعرف تعدي الاختبار اللي جاي واللي هو التناسق والاملاء. بص يا غالي، التناسق ده بيدل على التناسق الطول مع الوزن، وده اللي انا قلت لكم عليه قبل كده. طب ايه تناسق الطول مع الوزن؟ انا قلت لكم قبل كده ان شروط السنه دي شرط اساسي ان الطول 170 والوزن يكون متناسق مع الطول. تمام، فطولك دلوقتي 175 180 مثلا، تمام، يكون في تناسق. زود 10 فوق زياده في الوزن، زود نقص 10 تحت في نقص في الوزن. ازاي؟ لو انت طول حضرتك 170 170 سم، يبقى انت لازم يكون طولك وزنك يا 80 يا 60. تمام، فما تزيدش عن كده وما تقلش عن كده، واحنا كلنا عارفين كده طبعا. فانا مش عايزك توصل للمرحله دي. ازاي؟ انا عايز يبقى طولك، تمام، لو طولك 170، تمام، وزنك 75 65، ما تخليهاش 10 فوق و10 تحت، لا خليها 5 و5. ليه بقى؟ عشان انت لما تيجي تخليها 10 مثلا، لو نقصت 10 او نقصت او زدت 10 كيلو، فالدكتور هيديك موقف. ايه هو الموقف ده يا رجاله؟ ان هو هيخليك تعيد الاختبار ده بعد اسبوع، هيديك مهله اسبوع، يا اما تتخن يا اما تخس. فانت ما تضيعش نفسك او ما تعطلش اختبار او ما تعطلش اختبارين. واحيانا الدكتور يقول لك لا اغير رايك وتمشي. فاحنا مش عاوزين نوصل للمرحله دي، احنا عايزين نوصل انك انت ان شاء الله تعدي الاختبار ده من غير اي حاجه. تمام، فانا قبل كده نزلت الطول المناسب والوزن المناسب. فانت لو انت وزنك ضعيف وزنك قليل، حاول انك انت تجيب مكملات غذائيه. تمام، او حاول انك انت طبعا لازم تكون بتلعب في الجيم عشان تعدي الاختبار ده. ماشي يا رجاله؟ فحاول انك انت تزود نفسك في الوزن. لو انت عندك زياده في الوزن وعايز تقلل الوزن، العب كارديو كتير. كارديو اللي هو الجري، اجري كتير والعب في الجيم. حاول انك انت تنزل نفسك على الاقل. لو انت طولك لو وزنك مثلا 185 وانت المفروض تبقى 175، فلازم تنزل 10 كيلو او 7 كيلو اقل حاجه. ماشي يا ابطال؟ دي تاني حاجه، او ده اول اختبار ليكم اللي هو التناسق. هتكلم بعد كده عن اختبار الاملاء. يعني انا مش عايزك تزعل مني في اللي انا بقوله، بس والله مش تريقه ولا استهزاء بحد. اللي بيقدموا خريج اعداديه وخريج دبلومات، فدايما بتبقى الاملاء بتاعتهم ضعيفه. في ناس بيكون جايبه مجموع الثانوي بس دخلت دبلومات عشان مش قد الثانوي عادي، وتعرف تقرا وتكتب وكل حاجه تمام. فانا بقول لك الاختبار ده عباره عن ايه؟ بيديك قطعه املاء، تمام، بيمليها ليك وانت تكتبها صح. فانت كل اللي عليك تتدرب على الاملاء بس. يعني هو ما فيهاش اي احراج وما فيهاش اي زعل، هو ده اختبار وانت لازم تعدي فيه. تمام يا رجاله؟ ده الاختبار اللي هو التناسق والاملاء. كل اللي عليك انك انت تركز في الاختبار ده عشان تعدي فيه، عشان توصل للاختبار اللي بعده اللي هو باذن الله الطبي. وان شاء الله ربنا يكرمكم من ابطال يا دفعه 163 اغلى دفعه. ربنا يكرمكم ان شاء الله. رمضان كريم علينا وعليكم. لو في عندك اي سؤال يا صاحبي، عندك اي استفسار، سيبوه في الكومنتس وانا تحت امرك في اي وقت وبرد على كل الناس. وبعتذر لكل اخواتي الموجودين عندي على الواتس ان انا بقصر معاكم في الرد، بس والله العظيم انا مضغوط. كميه رسائل بطريقه كميه رسائل بطريقه غشيمه بتجيلي، وانا والله العظيم انا بعمل كل حاجه وحدي. بصور فيديو لليوتيوب، بصور فيديو للفيس. تمام، ما ده انا مهتم بالاثنين طبعا، ما ينفعش اتاخر مع حد. تمام، ادي اثنين. الفيديو اللي بنزله على اليوتيوب ما ينفعش ان انا انزله على الفيس. تمام، برد على الناس على الواتس والناس اللي عايزه تستفسر، برد على الناس على ماسنجر، بنزل في جروبات الفيس. اللي عنده سؤال يتفضل عشان ما بقصرش مع حد فيكم خالص. فانا محتاج بس تدعمني يا صاحبي بلايك واشتراك للفيديو، تمام، وكومنت حلو منك كده على ذوقك. تمام يا رجاله؟ ربنا يكرمنا ويكرمكم ان شاء الله. رمضان كريم اعاده الله علينا وعليكم بالخير واليمن والبركات. اخوكم طارق البدري.